ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني. هنعمل أكلة مكرونة لطيفة لذيذة جدا جايبة من الآخر. تعالوا نبتدي مع بعض وصفتنا. عندنا حلة على النار، مش مشغلين النار. هننزل بربع كيلو من اللحمة، 3 طماطميات شايرين القشر بتاعها، لو عايزين نعصرها اتس اوكي، بصلاية مبشورة وفص توم مبشور. وبعد كده هننزل بتقريبا معلقه كبيره من الجبنه القريش، نوع الجبنه اللي احنا حابين نحطه ده شيء اختياري. وبعدين نزلنا بمعلقه صغيره من الدقيق، ونزلنا بتقريبا كوبايه مثلا من او نص كيلو من اللبن، ونزلنا بشويه مكرونه وملح وفلفل اسود. الاكله دي غريبه جدا، وهتقولي هي هتستوي. هقول لكم اه طبعا هي هتستوي ما تقلقوش. وبعد كده بنشغل النار بتبقى على نار وسط، وبنقلب الخليط بتاعنا باستمرار. اهم حاجه ان احنا نقلب الخليط بتاعنا، هيتقلب باستمرار. ومتقلقوش، اللحمه مش هتزفر ولا اي حاجه. هنغطيها، واول لما تغلي هنفكها من الغطا، ونبتدي نقلب لمده 10 دقايق كمان. وبعد كده تاكلوها بالف هنا وشفا عليكم. ودي شكلها النهائي. الف هنا وشفا عليكم. قولوا لي رايكم فيها ايه. شكرا ليكم.